زوج بيولع في مراته واختها قدام بنته علشان مصاريف المدرسة. تعال اقول لك ايه اللي حصل، وتحديدا في منطقة العجمي في اسكندرية. واحدة اسمها ايمان واختها الصغيرة اسمها شريفة. ايمان متجوزة وعندها بنت عندها 11 سنة، وعندها كمان طفل لسه رضيع. ايمان دايما كانت بتشتكي ان جوزها بخيل قوي في مصاريف البيت وفي مصاريف الحياة الاساسية، وطبعا لما تيجي المدرسة عنده مشاكل كتيرة جدا مع مصاريف المدارس. إذا كان بيأثر في مصاريف البيت العادية فمش هيأثر في مصاريف المدارس. بتحصل دايما بينهم مشاكل كتير لغاية ما لمت هدومها والكلام ده كله وسابت البيت ومشيت. والد إيمان اللي هو حما الراجل دوت قعد معاه على القهوة وحاول إن هو يحل الموضوع. وطبعا جوزها بعد كده قعد مع ايمان يعني، وحضنها ووعدها ان مش هيحصل مشاكل بينهم. وابو ايمان اللي هو حماه طلب من بنته ايمان ان هي تروح تاخد بقيه هدومها وتمشي خالص من البيت. ولكن ايمان ما كانتش مطمنه لجوزها في الموضوع دوت، وخدت اختها شريفه وراحوا البيت. واللي حسبته لقيت ان فعلا جوزها موجود في البيت، وحصلت مشاده جامده جدا ما بينهم. جوزها كان محضر بنزين، راح دالق عليها البنزين دوت هي واختها الصغيره شريفه، وبولاعة كانت معاه ولع فيهم هما الاتنين قصاد بنته. وكل ده علشان مصاريف المدرسة. انتوا بقى قولي في كومنتات ايه انسب جزاء ياخده المجرم دوت، وانسب جزاء لكل واحد بيأثر في بيته.